السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة السمنة الفلاحي، ازاي هنقدر نطلعها من الزبدة ونطلعها بنتيجة حلوة قوي وتكون كده مرملة ودايبة معاكي، وهنطلع منها المرتة هنعملها بنتيجة ناجحة ومضمونة. ان شاء الله هنستخدمها مع بعض في كل حاجة، في الاكل وفي الحلويات. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الفيديو. اول حاجة كده هجيب حلة على النار وهحط فيها كمية الزبدة اللي انا عاوزة اسيحها. مبدئيا كده دي الزبدة اللي هي البيضة، اللي هي بتبقى الزبدة الجاموسي. بجيب حلة على النار وبحط فيها الكمية اللي انا عاوزاها، بس اهم حاجة تكون الحلة اكبر من كمية الزبدة اللي انت حطاها، وبشغل عليها النار وبتكون النار عالية على درجة حرارة عالية خالص في الاول. بتبدأ بتسيح معايا واحدة واحدة. انا عايزاها تسيح كلها والنار عالية، وما تقلقيش مش هتعمل لها حاجة النار. اول بقى ما تسيح معاكي كده وتدوب خالص، بس ما يكونش فيها اي زبدة، يعني ما يكونش لسه فيها كتل. هنبدأ بقى كده واحدة واحدة نهدي النار، يعني هي خلاص كده فكت معايا ودابت. هبدأ كده اهدي عليها النار زي الشمعة على اقل درجة حرارة عندك. هبدأ كده اضيف الكمية اللي انا حطيتها دي حوالي اقل، يعني ايه، اقل من نص معلقة ملح. هبدأ كده ادوبها. انا مش هحط كمية ملح كتير عشان انا كمية الزبدة اللي انا عاملاها قليلة مش كتير، يعني حوالي 2 كيلو ونص. الملح ده بتزوديه على حسب الكمية اللي انت عاملاها. ههدي عليها بقى النار خالص وما سيبهاش، افضل جنبها كده وافضل اقلب فيها كل دقيقتين او 3 دقايق. اهم حاجة زي ما قلتلك ان الحلة تكون اكبر من كمية السمنة عشان السمنة ما تفورش معاكي. هي بتفور كده كده بتفور وبتعلى، فلازم اللي تعملي في حلة تكون واسعة شوية. هبدأ بقى اقلب فيها، افضل اقلب فيها اتابعها ما سيبهاش واروح اعمل اي حاجة تانية. افضل وقت نشتري فيه الزبدة الفلاحي في الشتاء في شهر طوبة. ده افضل وقت تقدري تجيبي فيه الزبدة وتخزنيها. وهجيب برضو حلة تانية وهحط فيها الزبدة البقري. دي بيبقى لونها اصفر شوية، بس بيبقى الدسم بتاعها اخف من الجاموسي. دي بقى بنقدر نستخدمها في الحلويات، بيبقى الدسم فيها اقل. برضو هعليها، هشغل النار عالية قوي عليها في البداية لحد ما تسيح خالص وتدوب معايا. زي ما انتوا شايفين كده اللي هي الجاموسي بدأت برضو تدوب خالص معايا وبتسيح، وبرضو ايدي فيها ما بسيبهاش. كل دقيقتين او 3 دقايق هفضل اقلب كده فيها علشان ما تلسعش من تحت. هنا السمنة برضو هنا فكت خالص اهي معايا. هوطي عليها برضو النار زي الشمعة وهسيبها خالص مع نفسها. انا دي مش هحط لها ملح عشان انا هستخدمها في الحلويات، فكده كده انا مش محتاجة ايه ان هي تطول معايا في مدة التخزين. الملح بيبقى مادة حافظة لو انا عاملة كمية كبيرة وهتقعد معايا فترة طويلة، لكن انا مش عاملة كميات كبيرة فما حطيتش ايه ملح كتير. زي ما انتوا شايفين بدأت السمنة تظهر، بس لسه مش هطفي عليها في المرحلة دي خالص، هي لسه فيها كمية سوائل لازم تتبخر كلها. هفضل برضو معاها واحدة واحدة. طبعا بتعمل كده مرت على الوش، بتتجمع كده على الوش، بعد كده كل ده هينزل تحت. افضل كده واحده واحده. زي ما انتوا شايفين هي مش رايقه خالص اهي، فيها نسبه اللبن عاليه، لازم كل ده يتبخر. انا هوريكم مراحل التسويه كلها لحد ما نوصل للسمنه واللون الصافي اللي هي زي لون الذهب بالظبط. هنا برضو يعني احنا كده برضو داخلين على مراحل التسويه. اهم حاجه ايدك فيها على طول ما تسيبيهاش. بدأت السمنه اهي تظهر معايا زي ما انتوا شايفين، والمرته كلها اتجمعت على الوش، بس برضو مش هطفي عليها في المرحلة دي. انا عايزة المرتة اللي على الوش دي كلها تنزل لتحت.
بس برضو بايدي شغالة فيها على طول، ما بسيبهاش. هنا خلاص كده، خلاص انا وصلت للتسوية اللي انا عاوزاها. المرتة كلها نزلت لتحت، اتجمعت تحت، وزي ما انتوا شايفين السمنة بقت صافية خالص معايا، بسم الله ما شاء الله، لونها ذهبي وجميل. هي كده خلاص كل السوائل اللي فيها اتبخرت. برضو لو عايزين تعرفوا احنا خلاص وصلنا للتسوية ازاي، هتجيبي بالمعلقة كده من تحت المرتة اللي نزلت معاكي تحت، ما تحاوليش لونها يغمق منك. لو لونها غمق منك يبقى اتحرقت والسمنة هتمرر معاكي. لازم يبقى لونها اصفر ذهبي فاتح كده. كده خلاص في المرحلة دي تقدري تطفي عليها. وبرضو الناحية التانية اللي هي الجاموسي صفت معايا خالص وما بقاش فيها اي سوائل. زي ما انتوا شايفين كده المرتة اللي تحت اهي لونها ذهبي فاتح. مش عاوزين نغمق عن كده عشان السمنة ما تتحرقش مننا وتدينا نتيجة مش كويسة، هيبقى هتمرر معاكي اي حاجة. السمنة بقت صافية خالص اهي ما شاء الله. تقدري بقى تجمعي المرتة دي اللي على الوش اللي موجودة عندك، تجمعيها في طبق، او انت بتصفي هتصفيها معاكي. نبدأ نجمعها كده. لون المرتة اللي على الوش بقى لونها برضو ذهبي فاتح. المرتة دي تقدري تجمعيها وتقدري تحطيها في طبق، ممكن تاكليها تتاكل كده بالعيش. هي والمرتة برضو اللي في الأرضية زي ما انتوا شايفين لونها فاتح ما شاء الله. مش هنغمق عن كده. انا في المرحلة دي انا خلاص كده هفصل عليها النار. بتبقى حلوة قوي في الاكل مع الفول مع البيض مع اي حاجة. انا هبدأ كده اصفيها واحطها في البرطمانات زي ما انتوا شايفين. هستنى بس عليها، يعني ايه، مش هستناها تبرد خالص عشان ما تجمدش. انا عايزة افضيها في البرطمانات وتكون سايلة زي ما هي. بالنسبة للبرطمانات افضل حاجة تخزني فيها السمنة البلدي البرطمانات الازاز. انا جبتها وغسلتها كويس وصفيتها تماما، وبعد كده شغلت الفرن 10 دقايق وطفيته، وبعدين حطيتها في الفرن اتعقمت ونشفت المية كلها اللي فيها. لازم ما يكونش فيها اي نوع من المية خالص. زي ما انتوا شايفين حاجة كده ما شاء الله. لونها صافي وجميل وما اتحرقتش مني ولا حاجة. وزي ما انتوا شايفين برضو المرتة دي احلى حاجة بتطلع منها بصراحة، مع شوية مع رغيف عيش كده وعيشي حياتك. حاجة كده ما شاء الله ناجحة ومضمونة، وهتعمليها وان شاء الله هتنجح معاكي وهتعجبك جدا. وهنستخدمها ان شاء الله مع بعض في وصفات كتير جدا. زي ما انتوا شايفين مرملة. وده يبقى انا استنيت برضو عليها لما تجمد، وقلت اصورها لكم وهي بعد ما جمدت. هنستخدمها ان شاء الله مع بعض كمان في حاجات كتير. بالنسبة للسمنة الفلاحي الجاموسي دي احنا هنستخدمها في حاجات كتير، في الاكل، في الكحك، في الغريبة. بالنسبة البقري دي بتبقى حلوة جدا جدا في الحلويات، لان الدسم بتاعها بيكون قليل شوية، بتبقى خفيفة يعني. فدي ان شاء الله هنعمل مع بعض منها حلويات كتير بإذن الله. يلا جربوها وان شاء الله تعجبكم طريقتي جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير. مع السلامة.